المجد ولقي صدى وشاهده الحقيقة عدد كبير مع زميلنا الحبيب الأستاذ مروان في تأخر الكلام والنطق. حذرت من قناة كراميش وطيور الجنة وسبيس تون، وهذا لقي ردود غاضبة وتأييد من جهات أخرى. ما السبب في تخصيص هذه القنوات؟ لا، هو شوف، أنا أتكلم بصفة عامة. الولد خلال 4 سنوات يحتاج أن يلتقط الكلمات. طيب. وفي التعامل مع المحيط الاجتماعي، الدراسات اللي معروفة كل الناس يعرفونها، وهو أن الصورة تشكل 55 في فعالية الاتصال، ونغمة الصوت 38%، والكلمات 7% فقط. صحيح. 7 فقط. لما يجي الولد ما عنده رصيد لغوي أصلا، وما تعود ينطلق ويتكلم وغيره، ويجلس يتابع قناة كلها أناشيد مع الرقص مع الغناء مع الإيقاعات وكذا. أول شيء الصور اللي هو الرقص والحركة والمشاهد والسرعة المشاهد 55 مسكت الولد، ثم نغمة الصوت اللي هو الإيقاع والغناء 7% اختفت، وبالتالي الولد لن يلتقط أي كلمة أبدا. يتأخر النطق. ومو هذه الخطورة. الخطورة أن الولد إذا يجلس أمام قناة، هذه القنوات الأناشيد 2 3 ساعات في اليوم، وأنا أفاجأ أن بعض الأمهات تقول 8 9 ساعات ما عنده شيء، أحطه ويهدأ والأم فرحانة. الخطورة ما هو؟ أن لما يوصل الولد 3 4 سنوات ما يتفاعل مع المجتمع، ما يتفاعل مع الأم، تأخذه إلى الطب التطوري أو نفس علم أو نفس نمو وسلوك اللي عندكم في المملكة تقولوا نفس النمو. لا، هو طب، احنا نسميه الطب التطوري، هنا يسمى نمو وسلوك. ويفحصونه كل العلامات اللي عنده شبيهة 100% بسمات التوحد. ليست القنوات تجيب توحد يولد مع الإنسان، لكن هذا الولد مع القنوات الأناشيد لما يفحصه طبيب ما عنده خلفية أن الولد ممكن تكون والله قنوات أناشيد، يقول هذا ولد عنده توحد. أنا عندي حالات، أنا وصلت حوالي 510 حالات. أول ما عملت الإحصاء ونزلتها كانت 500 حالة. أيوة. والحين زادت. الأمهات اللي تقول والله فحصت ولدي قيل عنده توحد. لما سمعناك تتكلم على قنوات الأناشيد ومنعناها، الولد أسبوعين 3 أسابيع بدأ يتكلم الولد، وما شاء الله. وفي تويتر أنا عندي مجموعة منهم أحطها وأعيد تغريدة، شوفوا هذه شهادات الناس. ما أنسى أبدا أسرة قطرية جوني الكويت. جميل. وهي الأم مسكينة محبطة، تقول يا دكتور أنا قالوا عنده ولد عندي توحد. أقول هذا الولد راح يتزوج ما راح يتزوج، أنا راح أعيش له طول عمري، وين يدرس، ما عندنا مدارس توحد، ما عندنا كذا، إيش أسوي؟ والأم مسكينة إذا ما جاها اكتئاب طبعا كذا. فقلت لها أختي ابنك يشوف قناة كذا وكذا اللي فيها الأناشيد. قالت على طول 6 إلى 8 ساعات. قالت أحطه وأرتاح لا يزعجني ولا شيء 6 إلى 8 ساعات في اليوم. قلت لها والله أختي شوفي، إذا 6 8 ساعات في اليوم لمدة 2 سنين، وهي تقول 2 سنين، أنا 99% بإذن الله أن ولدك ما عنده سمة توحد أبدا، وإنما ضحية القناة. معقول؟ اي والله اختي انا 99% وعندي حالات وكذا، وطلعت حتى جهازي وجبت لي حالة اخت اماراتية ناشرة مقال تقول لما كان ولدي وعنده سمة توحد، ولما سمعت الدكتور مصطفى ونزلتها. هذه الاخت قطرية ما انساها، قامت المسكينة هي وزوجها قاعدين وجاي من ولدهم بعد، قامت قلت له وين رايحة؟ لفت وسجدت لله، سجدت وهي تبكي. دكتور هم وذاه بدأت أقول هذا الولد راح يتزوج راح يعيش راح كذا. الليل أنا ما أنام من كثرة كذا. وبالتالي هو ما يجيب توحد، بس الولد لما يركز على الغناء والأناشيد والإيقاع والموسيقى فيها هز وحركة هز وحركة لكن الأناشيد التي بدونها اللي مجرد كلمات، إذا مجرد كلمة بدون إيقاع، أيوة، مو 6 ساعات نفس الشيء، مو 6 ساعات. الولد يحتاج يسمع كلام. في بعض القنوات اللي ما شاء الله أطفال وباللغة الفصحى. أيوة. جيني أمهات 3 سنوات دكتور ابني يتكلم العربية الفصحى. تمام. الأغلبية يفتخرون، مرة واحدة تقول دكتور ما أخاف على ابني، ليش يتكلم عربي الفصحى؟ وليش تخاف؟ هذه نعمة أختي، نعمة. لما يسمع الكلام والحوار وكذا، ولما يسمع الحوار أمه لما تحاوره مثل التلفزيون راح يسمعها. فواحدة من الأخوات قلت لها أختي هذا الولد اللي تقولي 8 ساعات هذا دكتور راح يتعلمون أشياء حلوة. والله أختي الرقص والغناء وين أشياء حلوة؟ هذا الولد تبي تتواصل معاه بشرط
استغفر الله، لازم تغني لي وترقصين امامه حتى يسمعك. صحيح. اذا خليتي هو ما يتفاعل إلا مع الرقص والغناء، حتى انت وابوه والمدرس والمدرسه لازم يرقصوا امامه ويغنوا له بلحن حتى يفهموا. وبالتالي وانا عندي انت دمرتي كذا. نعم، هذه القنوات الاناشيد ابعدوا ابنائكم عنها، لا تصلح تربويا نهائيا. الولد راح يركز على الايقاع، اضافه انه انا ممكن اقولها انه هو مشروع لتخريج الراقصات المستقبل. لما تتعرض لفتاة كلها ترقص وبعدين تصورها لي في مسرح والناس يجرون وراها ويبون ياخذوا معها صور، صار نموذج للبنت. يقول أنا ليش أدرس؟ صير مهندسة، طبيبة، معلمة؟ لا راقصة. شوف الراقصة ومشهورة وكذا. هذه كلها عبارة عن تصورات ونمذجة تصل إلى أبنائنا في هذا السن.